السلام عليكم أزول في اللوان. ولا يا الحباب قلت لكم باللي ندير لكم الخفاف تاعنا من ولاية البويرة. تشوفوا الخفاف هنا كيفاش خرج، كل واحد كيفاش صحابتي يزوزو عندهم الخفاف نتاعهم، صحاب بجاية صحاب البويرة. شوفوا كيفاش حنا كيفاش نديرو، خرج خالي ما عنده حتى حاجة في الداخل. تقدروا ما ديروه هكا لي ساندويتش. شفتوا؟ المهم يا الحباب نبدا بالوصفه نتاعي. نقول بسم الله. انا درت 3 الكيلان تاع السميد الناعم، وزدت له الكيل تاع فرينه وقرصه الملح. انا قلت لكم كي ندير حاجه عندها خميره الخبز ما نكترش الملح. دركا خلط كل شيء. هنا درت شويه الماء الدافي، معلقه كبيره تاع سكر، معلقه كبيره تاع خميره الخبز. اما العجينه نجمع العجينه نتاعي بالماء الدافي وندير مغرفه تاع الخل شويه هكا ماشي بزاف، هذه حسب الرغبه. اللي ما يحبش يدير ما يديرش. درك نشمخ العجينه نتاعي. انا قلت لكم ما نكترش الماء، لازم تعجنوا العجينه مليح مليح، ديروا هكا شويه شويه الماء. كل واحد كيفاش يدير الخفاف نتاعو، كل منطقه عندها الاكل نتاعها. راني نعجون نتكلم. المهم يا الحباب درك نكمل العجينه نتاعي. شوفوا كيفاش ندير الماء شويه شويه ونعجن العجينه مليح مليح. حنا بالقبيليه نقولها نعركر كثيس لاغرين ماشي سوامان. هنا نسد لها شويه سانوج. العجينه كيف كيف العجينه تاع الخفاف تيزوزو ولا العجينه هذه كيف كيف، جوست القليان وتشوفوا كيفاش نجبد العجينه. هذا ما كان. درك راني نضرب العجينه، لازم تعطيلو هذا الضرب باش تخرج خفيفه. لازم شوفوا كيفاش ندير العجينه. الا قصاص كيما البنيات باش تخفيف. درك نخليها كترتاح واحد 10 دقائق ونرجع نكمل نعجن العجينه نتاعي. درك رديتها هكا في طبسي كبير، تخليوها تخمر، وكي تخليوها تخمر تهبطوها تعاودوا لهذه العفسه 3 مرات. شوفوا يا الحباب كيفاش خرجت العجينه. شوفوا كيفاش نديرهم هكا على شكل كويرات، نخليوهم هكا يرتاحوا واحد 15 دقائق باش تسهلكم الخدمه. هاوليك يا الحباب كيفاش نجبد العجينه تاع الخفاف نتاعنا هكا ولا دائري كيف كيف. اما الزيت لازم تسخنوا زيت مليح مليح. انا درت ماشي كيما الخفاف الاخر، درت شويه زيت. هنا درت بزاف الزيت. واش نقول لكم كي تدخلوا العجينه طيبوها لازم ترميوها الزيت في الفوق. تقدروا ديروها على شكل دائري، تقدروا ديروها هكا ديراكتومون تضربوا الزيت، ترميو الزيت فوق العجينه ماشي كيما الخفاف الاخر. العجينه ناجحه 100%. درك نرمي الزيت فوق العجينه. جربوها يا الحباب ما تندموش عليها. تقدروا ديروها في الداخل معجون مشمش ولا شوكولا كما تحبوا. هذا الفرق السفنج نتاعنا والسفنج تاع تيزي. هاوليك هذه درتها على شكل دائره. ان شاء الله تعجبكم الوصفه هذه.
جربوه ما تندموش عليه. نتلاقاو في الوصفة اخرى ان شاء الله. ما تنسونيش في لايك نتاعكم والبارطاج. الى اللقاء.